وتدخلي فبتقوم مفسوخه من هنا، واحيانا المكنه بتقوم مسلوكه من هنا. فيديو للمخدة بالطريقة الصحيحة، سواء مخدة صالونات سواء مخدة للملاية بكل تفاصيلها فيها. استنوا الفيديو جميل جدا، بس أهم حاجة متنسوش تحط لايك. أنا قصها هي أغلبيتها بتبقى 45 في 45، فأنا هقصها 50 في 50 عشان تصفى أقل حاجة على 46 47، لأن لو قصتيها 45 في 45 هتلاقيها صافية على 40 أو على 42. خلاص هاجي اقفل المخده من زاويه، ويفضل ان القماش يبقى فيه مطه، يعني هنا في مطه اهو. انا هعمل السوسته من على الجنب اللي هو الايه الشادي اللي ما فيش فيه مطه، عشان السوسته ما تديليش تنايات. خلاص يا حاجه اما اتكلم هاتيني، اما تتكلمي اجيبك. طيب عشان السوسته ما تعملش تنايات، فانا يفضل ان انا اجيب القماشه الجنب اللي هو ما فيش فيه مطه، سواء ده او ده. لكن ما ينفعش اعمل السوسته هنا وهنا، لان لو عملتها، لو انا حتى ما شدتهاش غصب عني هلاقيها القماشه بتشد وتبقى عامله مني ايه مدرجه كده. ممكن اشتغل من هنا وممكن اشتغل من هنا، دي ماشي ودي ماشي. المهم الجنبين ما يكونش فيهم ايه مطر. هاجي اخيط من هنا حوالي 5 سم ومن هنا حوالي 5 سم. انا القماشه عندي عايزه السوسته تبقى كبيره، يبقى اقل حاجه خيط من هنا 3 ومن هنا 3. وهسيب برضو ال 2 سم بتوعي. قبل ما انا اعمل السوسته هثبت قطعه القماشه اللي انا بخيطها. انا هنا لما جيت بدأت الخياطة من هنا، وكانت نهاية القماش عندي هنا كده على طرف المكنة. يبقى انا اعمل برضو مخيطة على ال 2 سم، ومخيطة اخر القماش عندي على الايه على الجزئية دي كده. يبقى الانتين قد بعض لو انا عايزة امشي بالتفاصيل يعني. والاتنين اهمت خلاص. هاجي بقى بطلي كلام انت وهي. هاجي افتح قطعتين القماش. ركزي في حاجه، لو انا عايزه الوش يبقى زي الظهر يبقى انا المفروض اعكس القماش، فاهمه قصدي؟ عشان ما يبقاش وش كده ووش كده. وعايزه السوسته يبقى انا اشتغلت السوسته بتاعتي على طرف البرسل، يبقى انا اشتغل كله على طرف البرسل، عشان ما تبقاش واحده وش الناعم اللي فوق واحده الناعم اللي تحت، وتلاقي ديت مختلفين وتقولي ده قماشه مختلفه. دي لون ولون. عايزه تظبطيهم بقى هتلاقي واحده سوسته فوق واحده سوسته تحت، فخلي بالك من حاجه زي دي. اوسخ حاجه الشغل في القطيفه وفي الاول، لان القطيفه لو اتعكست بتقول ان دي قماشه ودي قماشه. اصلا بتشوف عربيه تقول ده الوش لون والظهر لون، بسبب الطي بتاع القطيفه دي. طيب البتاع دي بتيجي بالمتر. ماشي. ايه سوسته بتيجي بالمتر. هي فيها اسود وابيض، اسود وبيش بس. هدخلها من تحت اهي. على فكره احنا عندنا لفه سوسته، لفه كامله بتقص انت منها على قدها. بصي انا نزلت، احنا عندنا شغل كتير اصلا اهو. فردت قطعه القماش وفردتها من تحت اهي. السوسته معانا. هاجي اعمل لك وهنزل في الابره. اهم حاجه ما تشديش قطعه القماشه في اي صوص. هنشد السوسته.
وانزل بالابره وقماش يكون مفتوح. يبقى لك ان انا شاده القماش، انا مش شاده القماش. وانزل بالابره واعدي المكنه ايا كان انت بتسميها ايه، المكنه اللي هي بتاع الصوص بنقول عليها المكنه، الناس بتقول عليها السحايه. مش هنختلف اهم حاجه الابره بتاعتي تحت، الابره بتاعتي عشان تحت. اخد اللفه اللي هي عشان بتاعتين الزاويه. القماش بتوعي مفتوحين ايوه اهو. واجي هنا بقى ركزي اهو لا مش جايه، بقول لك ركزي في دي. واثبت وانزل الف والابره فيها عشان تاخد الزاويه مظبوطه. خلاص كده. خلاص كده. ايه قائمة على التصوير حنان يعني. كل هيديني صفر. فاشله في التصوير. خلاص تمام. الصوصة اهي هقفلها بقى هنقفلها ونكمل. واكمل بقى انا. كملي يا مس هنا. انا عايزاكي بقى تقفلي لي المخده في النهايه. اهم حاجه بقى واخدها. اهم حاجه واللي بتغلط فيها كتير، السوسته ديت لو انت يعني اول ما اشتغلت فيهم ما كنتش بحط المكن، فكنت اقفل وكل حاجه وارجع تاني افكها. السوسته لازم تكوني مدخله واحده، لازم تكوني مدخله في الشريط ده واحده، والا واحدة إزاي؟ خياطتك هتبقى واحده من دي. اللي هي هو انت لما السحاب. بتروحي تشتريه وهو اصلا المكن بيبقى لوحده واللي والشريط اه بيجي اه بيجي لوحده. ايوه لازم ما انا عرفت تدخليه. المعلومه ما دي. تجيش تخيطي، لان انا كنت واحده من الناس كده كنت اخيطهم وبعد وبعد كده أخيطهم تحطيه. افتكر ان هي ما فيش هو فيها- لازم يتحط في الاول. هو لازم يتحط في الاول تمام. اهو. واقوم نازله خلاص عشان ايه افنش بقى. ايوه قوم اضربيه. ولما نيجي نبص ايوه لما نيجي نبص خلاص كده. اقوم بقى شايله الايه الزياده بتاعته. اه الصابع مش عايزين. ناخد بالنا من موضوع الجرار واحده. بصي بيبقى اول مره لبختك ان انت تفنشي صح بتنسي حاجه هي الاساس. ما بصي بقى انا عملتها اهي، هقوم مقفله بقى المنين. تعالي لو انا مش سايبه هاجي اقفل مش هعرف. واحده تقول لك انا هقفل الثلاث زوايا بعدين احط الفستق، مستحيل تطلع الفينش بتاعها كده اهو. اولا لو انا بادئه الفستق من اولها لاخرها 99.9 بتتفسح. استعجب انت ليه شقتيها وطالما هتبقى مخده في الاخر؟ ما هي بقى بصي اهي عشان موضوع الصوص، عشان الصوص. مش اي حد يخيط يقول لك اتقال على معلم. اهي معلمين كتار يقول لك ايه هي قطعه القماش على بعضها وبعدين نركب السوسته، تلاقي السوسته بقى في البدايه والنهايه مش مظبوط وعلى طول تقوم مسلوته، المكنه تقوم مسلوته. فانا لو مثبته صح ومخلصه صح الصوصه بتتفسخ ليه مش فين؟ ايه الصوصه بتتفسخ. البدايه والنهايه مش مثبته زي دي. وما تيجي تدخلي الشلته في قلب الوش بتاعها، يعني واحده تقول لك ايه انا ما بعرفش ادخل شلته الانتريه مثلا، اتني السفنج ودخليه. ورا اللي عاملين الشرط بتاعت الانسان مش عاملاها فين؟ اول تحطها من اول يوم فين؟ من البدايه للنهايه. بدايه النهايه. تطلع بتتفسخ. اه مش انا لسه بقول لك اهي. اه انا عندي كده اقوم برضه. جايه من اهوت فتحاها، واهم حاجه بس ان انا اعمل الزوايا اهو، واظبط برضو الزوايا عشان ما تبقاش عامله لي بوزه.
ومقفله مخدتي. انا هاخد المخده دي، انا قلت من الاول انا هاخد المخده دي. ايه؟ شوفي بقى اللي هي بتقول لي عليها، اللي هي بتبقى بادئه من البدايه ومن النهايه. هو اصلا بيفتحها كده اهو ويقوم مخيطها، يجي في البدايه والنهايه ما بعرفش يقفل. انت تيجي تفتحي وتدخلي فبتقوم مفسوخه من هنا، واحيانا المكنه بتقوم مسلوكه من هنا. ايوه حصل. ماشي؟ يبقى حصل لازم والله. اثبت من اهوت وما جاتش على ال 5 سم. على فكره في ناس كتير ما بتعرفش تعمل دي. ما بيعملوش ده خالص اصلا. أيوة، ما بيعملوش أنا دي. بقول اللي لك. عامل لصفاء مش عامل لها دي، عامل لها اللي هي اللي هي كلها هو مركبها بقى من هنا لهنا. مركبها من اول لاخر، وبعدين قفلها، وبعدين جه هنا دمها وهنا ضمها وقفلها. ضمها بقى بتبقى عامله ايه؟ رافعه بوزه كده ورافعه بوزه، ما بيبقاش التشطيب بتاعها حلو. لانهم ما بيعملوش هو عامل كده ماشي. شوشي، وعامل كده الشكل اللي انا بقول عليه ده. هو احسن حاجه ان انت تعمليها ان انت تقفلي 5. عارفه لو جيتي قفلتي 3 هتيجي تقلبي وتخيطي مش هتملكي. اهي هتيجي تخيطي من اهو مش هتملكي. كل عمل قصه بالذات. ال5 بتبقى ايه؟ مريحه ان هي بعيده عن السوسته وعن التقفيل بتاعي. على فكره فبقفل ومن مصر. الجنب كمان احلى. الايه؟ السيستم بتكون من الجنب مش كده احلى. هنا كده السيستم هنا كده. ديت ما بفضلهاش. اللي بفضلها ديت عشان ايه؟ انت ممكن تعملي ده لون وده لون وتحطي ده مره وده مره، ودي بتبقى تحت. دي بتبقى تحت كده. دي افضل حاجه يا ام صفوه. بقول لك هو في عملها لها كده. اللي عاملها لها دي هتضطري ان هي تحطي واحده بس على لون واحد. بس بصي هقول لك على حاجه، هي لو حبت مثلا اللون ده الوش ده اتسخ، يعني انا عندي الشلت مش كل ما الوش يتسخ اغسله، انا بقوم قلبه الشل. لا ما كانتش على بالي. لا بصي ماشي وانت بصي الوش ده اتسخ، انا ممكن احطه على الوش، لكن لو في سوسته انا مش هحطه عليه، فاضطر ان انا اغسله. بقى مش ظابطها زي دي، ولو ظابطها زي دي كان عاملها تحت. هو في عامل تحت وعامل من الجنب. لا هي من تحت هي افضل حاجه عشان تاخد الوشين. الطريقه اللي انا قايله لك عليها اصعب بكتير يعني اللي انت لا هي واحد. والله اقول لك ليه بقى؟ هاتي لي ورقتين كده من الورق مش زي دي كده. انا عايزه اعمل السوسته في النص هنا كده. ماشي؟ هجيب المخده 50 في 50 عشان هتصفى بقى ايه؟ هطلع الزيادات. جزئين همت الوش والظهر. ماشي؟ الوش ده والظهر ده. هجيب واحد منهم واقسمه بالنص. ودي انا ما بفضلهاش. انا عايزه كده هتبقى السوسته هنا كده. طب انا مش عايزه السوسته هنا، انا عايزه السوسته هنا اهو. يبقى انا اقص هنا. شوفي انت عايزاها فين، بس في النص مش هتعرفي تدخلي المخد. صح؟ انت بتاعت بنتك في الثلاث ارباع. بس انت ماشي. عارفه ان السن دي تنفع في ايه؟ لو بقى قصايص تمام ماشي هناخد السوسته من نص هنا بقى نص. طبعا مقاس السوسته من هنا مثلا 1 سم. ما انا قلت لك اهوت هتصفى على 45. ايوه ما هي الثانيه هتبقى 50 زي ما هي. ما انا بقول لك انت هتطلعي منها الزياده بقى. انت هتطلعي منها الزياده. عارفه المخده دي بتتعمل امتى؟ لو بقى قصايص من قماش الركن او قماش الصالات، فاحنا بنقطع القماش او بنجمع القماش ونعمله. بصي يا قماش 140 بيجيب 3 مخدات. بيجيب 3 مخدات، ولا بيطلع هرد ولا مش هرد. المتر بيعمل 3 معروف. هو بيجيب المتر يقسمه على 3. يعني هو لو خلاه على 50 او 7 او 48 بيبوظ المتر. فبيجيب المتر على 3 اهو. بصي بقى، بصي يا ام اسلام كده اهو. هعمل السوسته انا هنا اهي، واعمل السوسته هنا اهو، واقوم مقفلاها. هتيجي تبقي قليله شويه، اقوم بقى مجمعه كله مع بعض ومطلعه الزيادات. بس زي ما انا قلت لك عايزاها في النص هتقص من النص، عايزاها في الثلاث ارباع. في الاول اعمل الاثنين زي بعض 50 و50. عايزه لو انت هتقدري تظبطيه وتشيلي
تعملي واحده 48 وواحده 50 هتلاقي برضو عندك زياده، مش هتعرفي. عشان كده بقول لك بصي الاتنين زي بعض، وبعد ما تقفلي ديت هتقومي مصفيه دي، ماشي. بس لو انت هتعملي للانتريه مخدات وعايزه تعملي لهم مخدات 45 في 45، ما افضلش ان انت تقصي 45 بقى، انا هفضل لك ان انت تجيبي المتر وتقسميه على 3، لان المتر في قماش التنجيد بيطلع 3 مخدات 45 في 45، انت بتقسمي المتر على ال3 عشان ما يطلعش منك هارب. لان لو قصيتي مثلا 50 و50 هيطلع معاكي واحده 35 سم. اقسمي على 3 عشان ما تهدريش. فانا عايزك قبل ما تقصي برضو المخده وتظبطي نفسك، قسمي قبل ما تقصي، خلاص. فاي استفسار ما تشكلوش عليها بقى. انا اللي هاخدها يا مس هند، انا قلت في الاول. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. ما تنسيش بقى تحط لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. احنا وحده التدريب بالخياطه بالدقهليه، مكاننا في المقيطه تبع صندوق. اتمنى اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.